السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ حلقة جديدة من سر الطبيعة مع بعيسى. النهاردة هنتكلم على مكونات بسيطة موجودة عندك في البيت، بس هتعالج لك 7 مشاكل معظم الناس بتشتكي منها. مكونات بسيطة جدا، متوفرة أكيد في أي بيت، بس نتيجتها هتبهرك. خليك معايا للآخر. هقول لك على وصفة كمان من ضمن غير ال7 دول، هتبقى تامنة بس هتبهرك ونتيجتها هتعجبك جدا. أهم حاجة ما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لك الحلقات الجديدة. نبدأ إن إحنا هنقول إيه هي مكونات الخلطة أو التركيبة الجديدة اللي هنتكلم عليها. بيتكون التركيبة الجديدة دي بتتكون من مكونين بس: زيت الزيتون والثوم. طيب، هنستخدمهم ازاي او الكميات اللي هنعملها ازاي او نحضرها ازاي؟ هناخد 3 فصوص ثوم، هنهرسهم ما نضربهمش في الخلاط عشان انا عايز الزيوت تبقى فيهم زي ما هي. وهنجيب نص كوبايه زيت زيتون بكر اللي هو اول عصره على البارد. هنجيب برطمان فاضي ونضيف، هنحط فيه نص كوبايه الزيتون زيت الزيتون، وهنحط معاهم ال3 فصوص ثوم اللي احنا هرسناهم، وهنقفل البرطمان كويس ونسيبه في مكان ضلمه لمده يومين. بعد يومين هيبقى جاهز ان احنا نستخدمه للحاجات الكتيره اللي احنا هنقول عليها بعد كده. طيب، اللي احنا بنتكلم فيه بقى ايه الفوائد بتاعته؟ اول حاجه، لو احنا عاوزين نقوي المناعه، يبقى اول حل لينا لاول مشكله. عايز اقوي المناعه يبقى هاخد معلقه كبيره على الريق. يبقى زي ما قلنا، لو احنا عايزين نزود المناعه هناخد معلقه كبيره على الريق الصبح. طيب، دي اول مشكله. تاني مشكله، ساعات بيجي لنا التهاب في الاذن. طب علاجها ايه بنفس المكون ده؟ هناخد شويه من الزيت ده وندفيهم، مش هنسخنهم قوي، هندفيهم وهنحط نقطتين موجودين جوه ودننا ونتاكد ان هم دخلوا جوه. ده بيعالج اي بكتيريا موجوده في الودان واي الم يتسبب في التهاب الاذن الوسطى مثلا او الالتهاب الاذن الخارجيه. دي تاني مشكله. تالت مشكله، لو عندي تساقط في الشعر، ممكن اعمل او ادلك بيه فروه الراس مرتين في الاسبوع قبل النوم. هندلك فروه الراس بيه قبل النوم مرتين في الاسبوع. ده بيحفز النمو وبيمنع التساقط تماما للشعر. ولو في اي بكتيريا او اي فطريات بتسبب تساقط الشعر بيعالج. طيب، المشكله الرابعه، حب الشباب. ساعات بيظهر لنا حبوب الشباب، لو احنا اخدنا جزء منه ودهنا على الحبايه نفسها بالليل قبل ما ننام، مش عايز اقول لك ان الحبايه دي هتختفي تماما. هنستمر بيها عليها لمده اسبوع، هتلاقي الحبايه دي اختفت تماما حتى ما سابتش اثر بعد انتهاء الحبايه. عشان طبعا زي ما احنا قلنا فيها مضادات بكتيريا ومضادات للاكسده كمان كبيره جدا، ومضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات. طيب، المشكله الخامسه اللي هي التجاعيد وعلامات تقدم السن. لو احنا عملنا دهنا بيه البشره بتاعتنا قبل ما ننام كل يوم بالليل، هتلاقي الخطوط رفيعه والتجاعيد اختفت تماما. طيب، المشكله السادسه، لو احنا عندنا مشكله في تشوهات الكعبين، ممكن ندهن منه بالليل ونلبس شراب عليها لمده اسبوع، هتلاقي اختفت تماما التشوهات اللي موجوده، وبالذات لو التشوهات دي مصحوبه بالتهاب بكتيري او عدوى بكتيريه او فطريه، النتيجه بتاعتها بتبقى كويسه جدا. نيجي بقى للمشكله السابعه واللي نص مصر عندها مشكله فيها، وهي ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول لمعظم الناس. لو احنا اخدنا كل يوم معلقه، هيظبط لنا معانا الضغط وهيقلل نسبه الكوليسترول الموجوده في الدوره الدمويه، ويحسن كمان من كفاءه الدوره الدمويه. طيب، هل ده يغني ان انا اخد علاج للضغط؟ لا، لازم ناخد علاج للضغط. تمام، احنا بنأكد تاني ان حاجه زي كده ما تمنعش ان احنا، ولا تمنع ان احنا ناخد علاج للضغط. لازم علاج الضغط امشي عليه بانتظام زي ما الدكتور كاتب لنا عليه. طيب، التركيبات دي ما تنفعش للي سنه اقل من 10 سنين. ما دام هيستخدم حاجه للبشره، لازم اجرب الاول في جزء بسيط على البشره، عشان ممكن يكون في حد عنده حساسيه من المكونات الطبيعيه، فبالتالي ما ينفعش ان احنا نستخدمه. فلازم نعمل اختبار بسيط على جزء من البشره، لو لقينا فيه تحسس او فيه التهابات فيه يبقى مش هينفع نستخدمه.
التركيبه بقى او الخطوه الثامنه اللي احنا هنتكلم فيها، المفاجاه اللي احنا هنتكلم فيها، وهي المشكله الثامنه اللي اقدر استخدم فيها التركيبه دي وهتبهرك جدا وغير متوقعه، ان احنا لو حطينا عليها نص معلقه جنزبيل مبشور على نفس الخلطه دي، وسبتهم ليوم تالت كمان في مكان ضلمه، الخلطه دي فعلا قنبله لحرق الدهون. لو احنا عايزين نقلل دهون في مناطق معينه، وبالذات منطقه الارداف، منطقه الفخذين، منطقه البطن، ممكن نستخدم من الخليط ده وندلك بيه المكان اللي احنا عايزين نخسسه، وفي نفس الوقت بنلف حواليه شرينك بلاستيك او بدله الساونا، بحيث انها تسخن المكان اكتر. بيحرق الدهون بشكل فظيع موضعيا في الاماكن دي. اخيرا، لو الحلقه دي عجبتك واستفدت بيها، ما تنساش ان انت تعمل لايك وتفعل الجرس وتشترك في القناه طبعا، وتعرف الناس اللي بتحب الاتجاه للطبيعه ان قناتنا ما بتقولش غير حاجه من الطبيعه، تبعد تماما عن الكيماويات لمصلحه الناس. خلينا نرجع تاني للطبيعه. ما ننساش نشترك في القناه ونفعل الجرس عشان يوصل لك كل الحلقات الجديده، ويا رب تكون استفدت من الحلقه دي. انا ابو عيسى معاكم من قناه سر الطبيعه مع ابو عيسى. السلام عليكم.